الابنورمال بتاع الول بلاد، يعني عينه دم المفروض تبقى مش متجلطه وكل الخلايا، كل الخلايا مش متجلطه والبلازما بتاعتي سليمه، لقيت العينه دي متجلطه. طب لقيت العينه دي متجلطه، هتاثر في حاجه؟ ده هتاثر لك في حاجات. انت مثلا انبوبه السي بي سي دي انت عايز الخلايا كلها عشان تعدها، جيت لقيت الجلطه زي ما انت شايفها كده، هتاثر معاك وبالتالي هتطلع لك نتائج غلط. وبرضه انت لو بتشتغل على جهاز، الجلطه دي لو دخلت في الجهاز هتسده، يعني هتقفل لك الجهاز. فانت تتفادى كل المشكله دي انك تطلب عينه تانية. طب الغلطه دي حصلت مني، طب هي حصلت ليه؟ لان في ناس تروح سحبه الانبوبه وتلاقيها متجلطه، تقول لك انا ما عملت، انا عملت ايه هي ان هي متجلطه يعني. فانت بترفض العينه دي. طب انت عملت ايه عشان انبوبه تتجلط؟ اول حاجه لو يعني فكر كده، هتقول مثلا انا جيت عملت ميكسنج، ما عملتش ميكسنج صح. يعني انا جيت عملت ميكسنج مره او مرتين وسبت الانبوبه، وخلاص. ده انت كده ما عملتش ميكسنج مظبوط للعينه مع الانتي كواجولانت او منع التجلط بتاعك، فهيأثر على العينه بتاعتي فهيكون الجلط، لان انت ما عملتش ميكسنج ففي جلطات صغيره عماله تتكون وانت مش واخد بالك منها. سبت العينه الجلطات عماله تتكون لانك ما خلطتهاش كلها بمنع التجلط اللي عندك، فهيأثر على العينه. تاني حاجة عملت ديلي في الترانسفيرنج بتاعتي. يعني ايه؟ يعني انا سحبت الدم بالسرنجة بتاعتي، سحبت عينة الدم بالسرنجة بتاعتي وسبتها شوية، وبعد كده رحت رايح ناقلها في الأنبوبة، ففي جلطات صغيرة عمالة تتكون وانت مش شايفها قبل ما تنقلها، ورحت جاي مفضيها وعملت ميكسنج. هيبان عندك ان انت ايه، ان الدم بتاعك سائل وما فيهوش جلطات، بس في جلطات عمالة تتكون. هتبان لك في بعد كده جلطات صغيرة عمالة تتكون، فالديلينج ده مش مظبوط. فالديلينج ده مش مظبوط، وبالتالي هيؤدي معاك ان انت العينه بتاعتك هتتجلط فتبقى ابنورمال، فتحتاج عينه تانية. عشان طبعا ما ينفعش تشتغل من العينه دي، انت لو اشتغلت من العينه دي يبقى معلش انت ما عندكش ضمير خالص. تالت حاجه incorrect blood to anticoagulant ratio، دي اتكلمنا عنها وبرضه هقولها لك تاني. انت حطيت مثلا في نسبه معينه للانتي كواجولانت دي عايزه نسبه معينه ليها، او نسبه هي بتبقى نسبة وتناسب. فانت بتحط البلاد للانتي كواجلانت لحد العلامة، جيت انت زودت البلاد بعد العلامة، ده وارد ان يحصل ايه؟ وارد ان يحصل جلطة. ليه؟ لان بقت نسبة الدم اعلى من نسبة مناعة التجلط، فخلاص منع التجلط ليه كمية معينة هيجلطها، وبالتالي في دم، شوية دم ممكن ما يتمنعش تجلطه، فيؤدي في الاخر تكوين جلطة. او مثلا منع التجلط لحد العلامة المفروض تحط دم، انت حطيت لحد نصها، فده هيأثر على العينة بطرق أخرى. فلازم تبقى فاهم المشاكل اللي بتخلي لي العينة بتاعتي تتجلط. فأنا أول ما أسحب العينة بتاعتي أروح جاي مفضيها على طول في الأنبوبة، بحيث إن أنا أتفادى مشكلة إن العينة بتاعتي تتجلط، لأن محتاجها في التحاليل اللي بتبقى محتاجة عدل الخلايا كلها، ولازم البلازما بتاعتي تكون كلها مظبوطة.